فضلا وليس أمرا ادعمونا بلايك للفيديو واشتراك بالقناة، فهذا يدعمنا كثيرا. أكدت إدارة شبيبة القبائل بقيادة رئيس الديريكتوار الأخضر ماجن تعاقدها الرسمي مع المدرب المغربي بادو زاكي لمدة 18 شهرا، لتضع بذلك الإدارة القبائلية حدا للشائعات التي حامت حول هوية خليفة عز الدين أيجودي على رأس العارضة الفنية للفريق. هذا وأكد المدرب المغربي بادو زاكي صحة اتفاقه مع إدارة شبيبة القبائل. وكشف المدرب السابق لشباب الوزداد أنه سيحل يوم الخميس المقبل بأرض الوطن حتى يرسم الأمور بعد اتفاقه المبدئي مع مسيري الشبيبة على أمل توقيع عقد يدوم 18 شهرا في حال اتفاقه على جميع التفاصيل. واعتبر بادو زاكي الذي أقدم قبل أيام قليلة فقط على فسخ عقده مع اتحاد طنجة المغربي أن تولي قيادة العارضة الفنية للشبيبة سيكون شرفا كبيرا لها قياسا بحجم النادي وسمعته القارية، مبديا استعداده لرفع التحدي مع الشبيبة ولم لا تكرار سيناريو الموسم الماضي مع شباب الوزداد أين قاده للتتويج بكأس الجمهورية وإنهاء البطولة في مرتبة مشرفة بعد انطلاقة متواضعة للشباب، علما أن الزاكي وبنسبة كبيرة سيعاين فريقه الجديد في مباراة الدور 16 من منافسة كأس الجمهورية أمام شباب ودرهيو.